فاهم هي تقصد ايه. بس كان في حاجة جواه كانت مبسوطة من تصرف ليلى، وانها قدرت تقنع فيروز تقضي اليوم معاهم. طيب يا لولا، انا هطلع فوق اخد شاور سريع كده وابدل هدومي. خدي راحتك يا فيروز. فيروز اكتفت بابتسامة رقيقة، وهو طلع على اوضته، وليلى اخدت فيروز وقعدوا في الصالون. سديم شاركتهم القعدة وكانت مستغربة من وجود فيروز، بس ما حاولتش تظهر ده. وليلى طول الوقت بتتكلم عن هشام، وفيروز كانت قاعدة محروجة جدا، وسديم كانت مركزة مع ليلى باستغراب. في ايه يا لولا؟ هو مفيش غير هشام ولا ايه؟ تعالي يا فيروز لما افرجك على القصر وقولي رأيك في ذوقنا. ليلى قامت من مكانها ومسكت ايد فيروز وبدأت تفرجها على القصر، وهي متعمدة تعمل كده. طلعوا الأوضة ودخلوا أوضة هشام، بس ليلى اتعمدت ما تعرفهاش إنها أوضته. حاضر يا سديم، جاية حالا. هنزل أشوف سديم عايزة إيه وهرجع لك تاني، خدي راحتك ما تتحرجيش. ليلى خرجت وقفلت الباب قبل ما تسمع رد فيروز، وضحكت بانتصار. سديم شافتها وقربت منها باستغراب. بتضحكي على ايه؟ وفيروز فين؟ شش، تعالي تحت هفهمك كل حاجة. ليلى أخدت سديم ونزلوا تحت قعدوا في الصالون، وسديم سألتها بفضول: هو انتي بتعملي ايه بالظبط؟ انا شاكة فيكي. بعمل كل خير، بس انت استني واتفرجي على آخرة عمايلي ايه. ممكن تفهميني بالراحة عشان مش فاهمة منك حاجة خالص. بصي يا ستي، هشام ابنك شكله كده معجب بفيروز، عشان كده مسكت فيها وأصريت إنها تقضي اليوم معانا، ودخلتها أوضة هشام، بس هي طبعا ما تعرفش إنها في أوضته عشان يقربوا من بعض ونديلهم فرصة. إيه؟ تحط البنت في أوضة شاب عشان تقربي بينهم؟ إيه يا ليلى الكلام ده؟ أنا هقوم أطلع لها، عيب، ما ينفعش كده. استني بس 5 دقايق حتى يكونوا اتكلموا مع بعض في أي حاجة، وبعدين نبقى نطلع لهم مع بعض. ليلى شدت سديم قعدتها على الكنبة، وهي قعدت وضحكت بانتصار. وفيروز كانت واقفة مكانها مش عارفة تعمل ايه، وليلى اتأخرت عليها. بصت للأوضة تتفرج على ذوقها، لمحت صورة على الكومودينو، قربت منها ومسكتها. كانت لهشام وهو صغير، شكله كان ما اتغيرش خالص. ضحكت بحب، والضحكة اختفت من على وشها لما عرفت انها واقفة في اوضته. هشام فتح باب الحمام وتفاجئ بفيروز واقفة قدامه، وبينهم مسافة تكاد تذكر. فيروز برقت بصدمة لما شافته واقف قدامها بشورت وفانيلا قط. كتمت نفسها من الخضة، وهو ما كانش أقل منها في صدمة. كانت واقفة مكانها مش عارفة تعمل ايه، وليلى اتأخرت عليها. بصت للأوضة تتفرج على ذوقها، لمحت صورة على الكومودينو، قربت منها ومسكتها. كانت لهشام وهو صغير، شكله كان ما اتغيرش خالص. ضحكت بحب، والضحكة اختفت من على وشها لما عرفت انها واقفة في اوضته. هشام فتح باب الحمام وتفاجئ بفيروز واقفة قدامه، وبينهم مسافة تكاد تذكر. فيروز برقت بصدمة لما شافته واقف قدامها بشورت وفانيلا قط. كتمت نفسها من الخضة، وهو ما كانش أقل منها في صدمته. أخيرا قدرت تجمع قوتها ولفت وشها. أنا آسفة، ما أعرفش إن دي أوضتك. فيروز جرت على الباب فتحته، وهشام جري وراها قفله بسرعة. استني. فيروز غمضت عيونها وحست إن قلبها هيخرج منها من شدة دقاته. لفت وبصت له، وكانت حاسة بأنفاسه بسبب قربه. هشام كان محوطها بإيده لما كان بيقفل الباب، وبصلها جامد، بلع ريقه وهو بيحاول يستوعب الموقف اللي واقفين فيه. قلبه كان بيدق قوي بسببها. هو انتي كنت بتعملي ايه هنا؟ آه، انا دي ليلى، قصدي يعني هي اللي جابتني هنا. هو انا ينفع اخرج؟ ينفع. بعد عنها وفتح الباب، اتأكد ان المكان فاضي ورجع بصلها. اخرجي، مفيش حد موجود. فيروز خرجت بسرعة من غير ما تبصله، ونزلت تجري على تحت وهي مش قادرة تستوعب اللي حصل. دقات قلبها كانت بتتصارع مع بعضها. ليلى وسديم شافوها وهي نازلة وقربوا منها. انت كويسة يا حبيبتي؟ لا، انا كويسة. بعد اذنكم لازم امشي. واختفت من قدامهم قبل ما حد يرد عليها ويسألها على حاجة تانية. حرام عليكي، شايفة منظرها عامل ازاي؟ تفتكري حصل ايه؟ سديم اتضايقت جدا من تصرف ليلى، وكانت هتطلع لهشام، بس